اروح تشوف بوجمعة الدهزاوي راهو ضيعنا الاخلاق اخوتي، وراهو زاد دارنا تبييض الاموال اللي هي 24 مليون سنتيم يا جماعه، يعني 1000 اورو. السيد ما كانش عنده مقله، السيد ما كانش عنده حتى صباط يلبسو، طلعت به غير جرام اعطاوه الارض، ارجع من جيت ويجي يحكي لك على القيم تاع المجتمع والمبادئ وغيرها. انت في ميزك هذا الكوميسار اللي دفعه عند البروكيرور، في ميزك انت عنده قيم. الجزائريين يعرفوا بلي لي كوميسار اكبر سراقين فوق الكره الارضيه، يعرفوها وعايشين غير بالرشوه. البروكيرور اللي دفعوا للحبس، في ميزك انت عنده قيم ومبادئ. الجزائريين يعرفوا بلي لي بروكيرور اكبر المرتشين في الجزائر، وكاع عندهم الفيلات وعندهم دراهم وعندهم شكاره وعايشين غير بالرشاوي. تبقى في القاضي اللي غادي يشارع له، اذا كان وليد فاميليا، اذا كان ولد ناس، اذا كان فيه ذره خير، غادي يفهم لا سيتياسيون تاع هاد الرجال. وزيدك حاجه، هاد الناس اللي تتكلم عليهم وتقول بلي انت يهدوا قيم المجتمع، بالك بلي اول حاجه لازم له كاع نديروا بلي افيرتي يا سيدي، يحذروا ويوعيه ويقول له فلان تديه دمر له حياته. دونك هذا غادي كي يخرج من الحبس كازي جوديسيير موسخ، واش غادي يخدم؟ يا اوتوماتيكمون غادي يولي يبيع الصاروخ ويبيع الزطله وتدمروا له حياته. الجان هذا عمره ما شاف الحبس كي داير، جايبه وانت تقول لي باللي تبييض اموال تاع 24 مليون اللي هي 1000 اورو، مع انكم تعرفوا باللي ولاد العصابه في كلوب ديبا هذه 24 مليون يتقهووا بها الصباح، بصح واحد ما شافهم. انتوما خير العارفين، وانا نعرف وانتوما تعرفوا شكون هما لي تيك توكر تاع الصح اللي يبيضوا في الملايير الممليره. فقط الدهزاوي ما عنده صحابه في حضره، ما عندهش حبابه ويدور مع ولاد فلان وفلان اللي يكوفريوه، مسكين هكا جاي درويش على زاد مبارك مسكين. ديتو 24 مليون تجي تقول لي بلي تبييض الاموال ماشي عيب عليكم. غادي يجوني البعض يقول لك يا امير وخطيك وغادي يطلقوه ويقول تحية الدوله وانت تربح العيب. شوف يقول واش يقول، ما يهمنيش واش يقول هو، انا نعرف انسان تحت الضغط واش يقدر يقول، انسان تحت لابريسيون واش يقدر يقول. لكن الحاجه اللي متاكد منها مليون بالميه ان الدوله اللي حقراتها وحقرت غيرها من الزواوله عمره ما غادي يحبها من قلبه، عمره في حياته. الدوله اللي تديك فقط لانك غير شفت الضوء، غير حلمت باش تعيش كيما الناس نورمال، اللي يسمعكم هكا يحسبوا راه عنده الوزنوات والشركات جايبها على 24 مليون وتغطي به في قضيه تاع ابتسام حملاوي. بعد ما تفضحت قضيه ابتسام حملاوي والدنيا كاع فاقت وعرفت واش كاين واش ما كاش، راحوا يضحيوا بزوالي اللي هو الدهزاوي اللي قهرتهم الميزيريه ومحرحرتهم الميزيريه. عمرها ما يستشفى في واحد كيما الدهزاوي، لانه يعرف باللي قادر يكون في بلاصته. هو ما قال حتى لواحد روحوا دعموني بالسيف ولا روحوا تفرجوا عليا بالسيف ولا روحوا شوفوا ليا بالسيف. على بالي غادي تبغوا ديروا له قالب ثاني مسكين وتقول له باللي امير على هضر عليك وكذا وكذا. انا السيد خاطئني وخاطئ كاع، لكن المظلوم نتكلم عليه حتى ولو كان يكون في اقصى نقطه في الجزائر، حتى لو كان ما يكون يعرفها حتى واحد، لان هذه قضيه مبادئ. والانسان اللي ما يتكلمش على المظلوم اينما كان ماهوش راجل. الانسان اللي يتكلم غير على الناس اللي يعرفهم ولا احبابه ولا اصحابه، والاخرين اللي ما عندهاش بهم علاقه وشوفوا من حقر وما هدرش ماهوش راجل. نتحداكم هضروا على اولاد المسائل كيما راكم تهضروا على الدهزاوي. نحط لكم مليون دوسي على اولادهم، نتحداكم. وبما انكم تكلمتوا على المجتمع وفساد المجتمع، روحوا طلوا في الشوانط لي شونتي تاع التراكا، واش غادي تلقاو تما لي بريزرفاتيف. تشوفوا بنات الناس اللي يستغلوا فيهم في الفقر وحولوا الى الورشات ولي شونتي تاع التراكا، حولهم الى مراكز دعاره. بما انكم تتكلموا على فساد المجتمع، نتحداكم تتكلموا على هذه المواضيع. بما انك تتكلم على فساد المجتمع، اتكلم على مركز انيطا اللي متواجد في تندوف اللي هو بعيد دعاره. في تندوف مرخص من وزاره الدفاع للترفيه عن عناصر الجيش، جنود، سراجن، كبرانات. مركز زازا متواجد في بشار، ومركز فور لطفي المخصص لعناصر الجيش وحرس الحدود، ومرخص من وزاره الدفاع اون بيرسون. تكلم على هذا الفساد تاع المجتمع اذا عندك صح، اذا انت تدافع على مبدا. اما انك
فقط مجند كذبابه لمهاجمه واحد زوالي، فماكمش رجال اللي راكم تهاجموا في واحد زوالي مسكين راه في الحبس. اول كلمه يسمعها الانسان في الحبس تعرفوا واش هي ولا لا؟ اول كلمه يسمعها هي على واش جابوك، علاه جابوك. دهزاوي كي يدخل الحبس يسقسوه يقول لهم علاه جابوك، شنو يقول لهم؟ يقول لهم عندي 24 مليون دخلتها من تيك توك، يقول لهم باللي انا هو السبب فساد المجتمع الجزائري. امبوسيبل. راكم شفتوا عاهرات وداعرات في التيك توك ومتزوجات اون بليس، واحد مدنا لهم هذوك ما يفسدوش المجتمع، فسده الدهزاوي الشلفي. هيا نتحداكم اذا تقدروا تتكلموا على هذه المواضيع وديروا بهم ضجه وترفدوهم، الا ما خاوتي ربي يطلق سر كل مغبون. سلام.